يا كابتن رضا، ايه رايك بقى بعد اداء النادي الاهلي النهارده؟ سيبك من اداء النادي الاهلي امام طلائع الجيش، بس ايه رايك في كولر؟ ايه رايك في كولر اللي المكسب بيجيب مكسب؟ ما تقوليش يعني الاسطوانه الحمضانه بتاعتك ده مدرب تعبان، ده مدرب مش عارف ايه. النهارده يا جماعه الاهلي لعب امام طلائع الجيش في غياب معظم الاساسيين، غياب مروان عطيه وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وحسين الشحات وبرسيتا وكتير كتير والشناوي وعلي. انت هات لي ورقه وقلم وعد الغيابات ولكن قدر النادي الاهلي النهارده ان هو يكسب طلائع الجيش 2-0. طلائع الجيش النهارده مع كابتن عماد النحاس تحس ان هي فرقه رخمه دفاعيا، بس كابتن رضا كان عمال يقول لك ده مدرب بيكسب بالحظ. انا سؤال بس، المدرب اللي بيكسب بالحظ ده كابتن رضا مثلا يكسب ماتش، يكسب ماتشين، بس ما يكسبش كل الماتشات، لان النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي في الدوري، والله اكبر من غير حسد يعني، النادي الاهلي الفريق الوحيد اللي في الدوري دلوقتي المحلق اللي طاير في الصداره كده بلا خساره. الاهلي في صداره الدوري المصري ب 59 نقطه. يعني هو لو مدرب تعبان يا كابتن رضا، او فريق تعبان، او فريق بيكسب بالحظ، الاهلي ده وزي ما انت بتقول يعني كان وقع في ماتش ولا ماتشين في الدوري. سيبك من افريقيا ده حوار تاني، بنتكلم دلوقتي في الدوري. انت بتقول ان الاهلي بيكسب بالحظ، كولر ده لو كسب 100 بطوله مع النادي الاهلي هيفضل مدرب تعبان ومدرب ما عندوش فكره. طب الراجل ماشي في الدوري الله اكبر عليه، مكسب ورا مكسب، ده بيكسب كل ماتش يعني 2-0 2-0 3 كده في الحدود دي. يعني راجل عنده فكر، راجل انت بتبص فكره في الملعب. الاهلي بيمرر يعني انت تقعد تتفرج كده بقى كل ماتش الاهلي احنا نقعد نتفرج على كميه الباصات اللي بيعملها النادي الاهلي. انت اتفرج النهارده على قلبين دفاع النادي الاهلي، ياسر ابراهيم ومتولي الله اكبر عليهم، ومصطفى شوبير. يعني انا ما كنتش عارف في ايه حراس المرمى اللي عندنا. يعني الحمد لله يعني ماسكين في مصطفى شوبير ان هو خلاص هيكمل معانا. فجاه النهارده اسلام محارب يخش داخله يا برنس ويرفع رجله في وش مصطفى شوبير. ايه يا اسلام يا محارب، ايه يا اسلام يا محارب بتعترض عليه؟ ده انت خابط يا ابني مصطفى شوبير في وشه بتعترض عليه يا ابني، انت كنت هتطير نص عينيه. فانا مش عارف كان بيعترض عليه ايه اسلام محارب. ماشي بس عداه الحمد لله، الف سلام عليك يا شوبير. مصطفى شوبير طبعا يعني مش شوبير الكبير، اني اركز في الكلمه. فالموضوع بقى رخم، الموضوع حراس المرمى ده. انت متخيل لو كان مصطفى مخلوف نزل كان ده يبقى الحارس الخامس. انت متخيل ان كميه الحراس اللي بتلعب الحارس الخامس اللي كان هيشارك ده؟ ولكن النهارده تتفرج على فرقه طلائع الجيش كان بتدافع كويس جدا، كان عامله تكتلات دفاعيه ما اقولكش. كان كل اتنين مدافع او كل اتنين من لعيبه طلائع الجيش مع واحد من الاهلي. تتفرج على قفشه تلاقي اتنين، تتفرج على عبد الله تلاقي اتنين قدامه. فكابتن عماد النحاس كان عامل منظومه دفاعيه لطلائع الجيش قويه جدا. ولكن في الشوط الثاني قدر قفشه ان هو بقى ايه، يقول لك بقى يا باشا نحل الحوار ده بتسديده قويه جدا. وده الكلام اللي انا كنت بقوله يا برنس في خلال الشوط الاول. قلت اللي هيحل الموضوع دوت هم حلين، لا حلول فرديه زي عبد القادر، بس عبد القادر ما كانش فايق شويه، اللي هو واحد ينزل يرقص لك ويعدي، ده ايه حل من ضمن الحلول. والحل الثاني هو تسديدات من بره، وده الحل اللي نفع يا برنس ان ايه قفشه عمله، ان قفشه نزل الشوط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم وهوبا تسديده جون على طول. ده الحل. اما ضربه الجزاء اللي جت دي صحيحه، يعني ده عملها كده هو يا باشا بايديه كده، دي ضربه جزاء. وده اخو سعد سمير اللي كان في الاهلي يا برنس ودلوقتي بيلعب في فيوتشر. ولكن الاهلي الماتش الجاي ده اخر مباراه، الماتش الجاي للنادي الاهلي امام سيراميكا، دي اخر مباراه للنادي الاهلي امام سيراميكا قبل مواجهه الوداد، وان شاء الله نكسب. كولر لغايه دلوقتي عامل سياسه التدوير 10/10. رايح عبد القادر كده بقى الماتش الجاي ممكن عبد القادر يريح الماتش الجاي، فهو هتلاقي بقى حسين الشحات هينزل بقى بيرستاو، هتلاقي معظم اللعيبه الاساسيه في ماتش سيراميكا الجاي. هيبدا بقى يحط بقى التاتش الاخير لمباراه الوداد يا برنس، ان هي هتكون الاسبوع الجاي، وباذن الله نكسب يا برنس. الف مبروك لجمهور الاهلي، والف مبروك ليا طبعا عشان انا من ضمن جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله مكسب ورا مكسب، والدوري ان شاء الله اهلاوي.